لو انا النهارده زي ما انت قلت في الاول في قوانين لازم نبقى عارفينها. رايح اشتري عقار، ايه القوانين او الحاجات اللي لازم ابقى عارفها في القانون المصري او ابقى مطلع عليها فتساعدني في الفكره دي. وانا متفاهم برضو ان وانا بشتري مش هقدر اعرف 100 قانون، بس ايه الحاجه اللي انا اقدر ابقى عارفها؟ ولا مطلوب منك انك تبقى عارف 100 قانون على فكره، لان زي ما قلت هو الموضوع القوانين كتيره وكومبليكيتد، ومن هنا انت بتحتاج محامي. بس خليني اقول لك باختصار، انت النهارده لما بتيجي تشتري مثلا اي وحده اي عقار، في حاجات اساسيه لازم يبقى عندك فكره عنها. زي النهارده مثلا انت عندك قانون بتاع الشهر العقاري اللي هو بينظم عمليه التسجيل، ازاي اقدر اسجل الوحده. فانت لازم تبقى عارف القانون ده ايه الشروط بتاعته، عشان انت في الاخر اكيد عايز تسجل الوحده علشان يبقى عندها الحمايه القانونيه. فلازم تبقى عارف متطلباته ايه، لان لو في كرايتيريا معينه ما كانتش موجوده في الوحده بتاعتك مش هتعرف تسجلها. فده مثلا القانون بتاع الشهر العقاري. عندك قانون المدني اللي هو طبعا العقد اللي انت بتوقع عليه. لازم تبقى فاهم يعني ايه العقد يا شريعه المتعاقدين. لازم تبقى فاهم ان العقد اللي انت بتوقع عليه انت ملتزم بيه. لازم تبقى عارف كل بند فعلا بيقول ايه. في ناس النهارده كتير جدا بتجيلنا صعب قوي اقرا يعني العقد اولموست بيبقى مثلا 30 ورقه 35 ورقه 40 ورقه، صعب صح. بس خليني اقول لك برضو من هنا دور المحامي مهم. المحامي البيزنس اورينتد. خلينا النهارده احنا بنتكلم عن المحامي اللي فاهم بيزنس، اللي هو بيضيف حاجه للكلاينت بتاعه، مش هدفه انه يوقف الترانزاكشن، بس هدفه ان هو يوصل لاحسن شروط للعميل. مهما تقرا العقد مش هتقدر تقراه زي ما واحد محامي بيقرا. زي ما محامي طبعا، لان انت في حاجات كتيره جدا احنا كمحامين بنكتبها بطريقه تبان لك انت كراجل مش قانوني حاجه، لكن انا كقانوني عارف معناها ايه وعارف دي هتتفسر ازاي في المحكمه. بس في حاجات معينه انت لازم تاخد بالك منها. يعني النهارده الوحده اللي انت بتشتريها، هل انت بتشتري الوحده بس ولا ليك نسبه من الارض اللي انت عليها؟ أوكي. دي حته مهمه جدا. في ناس كتيره جدا مش فاهمه الفرق، وبتكتشف ان هي اشترت الوحده بس وملهاش في الارض مثلا. فدي نقطه مهمه. فانت كمان لازم تبقى فاهم العقود وفاهم البنود المهمه اللي لازم تبقى موجوده. زي النهارده الفسخ. هل المطور او الراجل اللي انا بشتري منه من حقه يفسخ؟ طب لو انا عملت ايه هو يفسخ؟ طب لو هو اتاخر انا افسخ ولا لا؟ طب في غرامات؟ طب في تعويض؟ دي حاجات اساسيه انت لازم تبقى عارفها. في بعض الحاجات المعقده محتاج تسال فيها طبعا محامي. المقصود هنا ان انا لازم ابعت درافت الكونتراكت للمحامي، ولا لازم وانا بوقع اكون بشوف محامي؟ وهل المحامي هنا كمان الغرض ان هو يقول لي كل الريسك اللي ممكن يتاخد؟ يعني ممكن يبقى العقد في الاخر في حاجات فعلا صعبة شوية بس متقبلها، بس انا عارف الريسك بتاعها ايه. يعني زي ما بنقول كده انا عارف حقوقي وواجباتي. صح. بص انا شايف ودايما بقول ان انت المحامي لما تيجي تدخل محامي في ترانزاكشن هو ده انفستمنت. زي بالظبط النهارده انت لما بتجيب عربيه غاليه، عربيه حلوه قوي، تامن عليها ولا ما تامنش عليها؟ مدرستين. في مدرسه تقول لك انا مش هامن لان ان شاء الله مش هيحصل حاجه. في مدرسه تانية تقول لك لا، ده اسيت ليه قيمه كبيره، انا مش هستنى لما يحصل حاجه واقول يا ريتني امنت. لا، انا هامن فروم داي 1، حتى لو هي ما حصلش حاجه او حصل يبقى انا ساعتها جاهز للموقف ده. نفس الكلام انت النهارده المحامي، لو انت ما جبتش محامي انت متخيل انك ممكن تكون وفرت الفيز بتاعت المحامي ولا وات ايفر. لو لا قدر الله حصل مشكله، وبيحصل كلنا عارفين، هتقول يا ريتني كان معايا محامي. طيب ابعت العقد من بدري ولا افاجئ بيه المحامي؟ لا طبعا، انا افضل ان احنا المحامي يبقى عنده فرصه ان هو يقرا العقد ويقعد مع الكلاينت قبل ما يقعد اصلا مع الطرف الثاني. انا لازم افهمك، انا دوري كمحامي بقى بزنس، مش ان انا اقول لك العقد ده ما توقعش عليه. لا، انا هقول لك ايه الحاجات اللي احنا اساسيه عندنا وايه الحاجات اللي تاخد بالك منها، واشرح لك بعض الحاجات اللي انت ممكن تبقى مش واخد بالك هي معناها قانوني ايه. وفي الاخر القرار قرارك. انا عمري ما هفرض رايي على الكلاينت، انا كل دوري ان انا اديله الاستشاره وهو ياخد القرار. فالافضل طبعا ان هو لا، العقد يجي بدري شويه بحيث ان احنا نقدر يبقى عندنا وقت نقراه وعندنا وقت نقعد مع الكلاينت بتاعنا، وبعد كده هو يقعد مع الكلاينت الناحيه الثانيه.